بابا المجال مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي صاحب نظريه انا محدش يتوقعني بيضع معلول في ورطه وحيره قبل ماتش الترجي التونسي. واوعى تآمن يا برنس، اوعى تآمن لخدعه الترجي واعلامه. واخيرا بقى هقول لك على تشكيله النادي الاهلي المتوقعه ان شاء الله لماتش الترجي التونسي بكره في نص نهائي دوري ابطال افريقيا. بص بقى يا برنس، لو ما اشتركتش في القناه انزل بقى بسرعه اشترك كده في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. اي حاجه عايز تعرفها عن النادي الاهلي بعون الله مش هتلاقيها غير هنا. وما تنساش بقى احلى لايك، عايزين نوصل الحلقه دي ل1000 لايك و10000 مشاهده باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت لك بابا المجال مارسيل كولر. خليني اقول لك كده مارسيل كولر نتائجه ايه مع الاهلي من ساعه ما جه. مارسيل كولر من ساعه ما جه لعب تحت قيادته النادي الاهلي 39 ماتش، تمام؟ الاهلي كسب في ايه يا باشا؟ 29 ماتش فوز للنادي الاهلي و6 تعادلات و4 هزايم. خليني اقول لك ان ال4 هزايم دول في منهم هزيمتين في كاس العالم للانديه على يد ريال مدريد ويمين فلامينجو البرازيلي. شفت الارقام دي؟ طب هزيدك من الشعر بيت. خلي بالك ان الاهلي تحت قياده مارسيل كولر في الدوري ما انهزمش ولا مره. النادي الاهلي حقق تحت قياده مارسيل كولر كام بطوله؟ 3 بطولات، 2 سوبر و1 كاس مصر. وما تنساش ان خلاص الدوري المصري على اعتاب النادي الاهلي وهيرجع الجزيرة تاني بعد غياب سنتين تحت قيادة مين؟ مارسيل كولر. شفت كل اللي انا قلته لك ده كله؟ ضيف عليه بقى ان اصلا مارسيل كولر زي ما قلت لك صاحب نظريه كده انا محدش يتوقعني. مارسيل كولر المدرب السويسري اللي دماغه المظات، اللي دماغه متكلفه، اللي فعلا قدر وعرف يتأقلم وعرف يتعامل مع النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي. مارسيل كولر اللي فيه لعيبه كتيره من النادي الاهلي ظهرت كده وتلعلعت وتلقلقت في وجوده زي كهربا وكريم فؤاد قبل ما يتصاب طبعا، وديانج رجع تاني، حمدي فتحي، مروان عطية، يعني حدث ولا حرج. يعني بص لعيبة كده برقت ولمعت تاني من اول وجديد. كل الكلام اللي انا بقوله لك ده خلى نبيل معلول مدرب الترجي التونسي بقى في حيرة وورطة. خليني اقول لك ان مارسيل كولر لما سافر تونس هو تقريبا خد السكواد بتاع النادي الاهلي كله، ماشي؟ كل السكواد بتاع النادي الاهلي كله خده، يعني ال11 اللي هيلعبوا ان شاء الله في الملعب اللي زيهم قاعد على الدكه ما يقلش عنهم خالص، تقريبا نفس المستوى. وده اللي عمل لنبيل معلول تربنه وحيره وخلاه يا عيني مش عارف هيعمل ايه ومش عارف هيواجه المصير ده ازاي، كمان في ظل عدم وجود الجماهير، لان الماتش هيتلعب يا جماعه بكره من غير جماهير في رادس، وكمان في ظل غياب 6 لعيبه اساسيه من لعيبه الترجي التونسي، على راسهم طبعا الحارس المعز بن شريفيه وحمد الهوني. كل الحاجات دي حاطه نبيل معلول في ورطه وحيره كبيره جدا، خلت نبيل معلول النهارده من شويه بس يقول كده في التصريح او في المؤتمر الصحفي قبل الماتش، بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان النادي الاهلي كتاب مفتوح وانا متفائل بالفوز على النادي الاهلي. التصريحات دي جايه منين؟ التصريحات دي دايما لما بتتقال تعرف ان المدرب عايز يوصل للفرقه بتاعته، يعني تقدر تقول التحفيز، موتيفيشن، عايز يديهم تحفيز وفي نفس الوقت يحاول انه يحبط الفرقه الثانيه. يعني نبيل معلول بيحاول انه يحبط فرقه النادي الاهلي ويهديها كده، وفي نفس الوقت بيرفع معنويات الفرقه بتاعته، لان طبعا فرقته يعني الفتره الاخيره ما بتأديش احسن النتائج. خليني اقول لك ان الترجي التونسي اصلا اخر 3 ماتشات ما كسبش. شبيبه القبائل في بطوله ابطال افريقيا تعادل، وبعد كده لاعب الصفاقسي التونسي والصفاقسي التونسي طبعا كسب 1-0، وبعد كده لاعب الافريقي والافريقي برضو كسب الترجي 1-0. خد بقى المعلومه دي كمان، ده كابتن حسام البدري المدير الفني للصفاقسي التونسي النهارده كان في زياره للمعسكر بتاع النادي الاهلي والتقى وقعد مع كولر. تفتكر حسام البدري لما قعد مع كولر قعد يتكلم ويساله لمؤاخذه انت عامل ايه يا كولر واخبار الحاجه والاولاد اخبارهم ايه؟ اكيد ما فيش الكلام ده. اكيد يا باشا اتكلم معاه في نقط القوه والضعف للترجي، لان هو اصلا لسه مقابل الترجي في الدوري ما كملناش اسبوع. فكل الحاجات دي عامله لنبيل معلول المدير الفني للترجي التونسي لخبطه، ماشي؟ هاخدك بقى من اللخبطه دي على
الموضوع التاني في حلقتنا النهارده، وهو اوعى تآمن لخدعة الترجي التونسي واعلامه. كل اللي انا قلته لك من شوية ده الاعلام التونسي يعني نازل هري فيه هناك فين؟ في تونس. الاعلام التونسي بيقول ان النادي الاهلي كفته راكحه على الترجي التونسي، ماشي؟ وخلي بالك ان ده ممكن تبقى نفخه، يعني ممكن يكون الاعلام التونسي قاصد انه يعمل كده علشان الاهلي ينزل متكاسل ومتخاذل وهوب الترجي يديله على دماغه. ولكن زي ما بقول لك الاهلي عارف يعني مش هيآمن لأي خدعة خالص. ومارسيل كولر النهاردة في المحاضرة الفنية من شوية بلغ اللعيبة، قال لهم احنا مش عايزين استهتار، احنا نازلين وجايين علشان نكسب، احنا مش جايين نتعادل ولا جايين بأي نتيجة تانية، احنا جايين علشان نكسب. واهم حاجة يا جماعة ما يجيش فينا جوال، اهم حاجة الشناوي ما يستقبلش ان شاء الله بكرة اي اهداف. هي دي المحاضرة اللي حصلت يا جماعة من شوية. عشان كده بقولك ان هناك الصحافة التونسية بتوصل، يعني بتقولك ان الترجي مش في افضل حالاته، والدليل على كده ان اخر كام ماتش ان الترجي ما كانش كويس ونتائجه سيئة جدا، بلس كمان الغيابات، ضيف عليهم كمان عدم وجود الجمهور. طب ضيف عليهم بقى الادعى ان النادي الاهلي بالذات مع الترجي التونسي لا بيفرق مع استاد القاهرة من رادس. النادي الاهلي ما بيفرقش معاه يا جماعه الكلام ده خالص. النادي الاهلي السنه اللي فاتت، او مش السنه اللي فاتت، النادي الاهلي اخر ماتشين في بطوله افريقيا لعبهم ضد الترجي التونسي هو كسب 1-0 في رادس وكسب في القاهره 3-0. فالتاريخ اصلا الماتشات بين الفرقتين معروفه ان هي بترجح كفه النادي الاهلي. فان شاء الله احنا محتاجين ان النادي الاهلي يستغل الظروف كلها اللي هي ان شاء الله في صالحه، وفي نفس الوقت ما يعني ننزل بمعنويات كويسه وما ننزلش نبقى متخاذلين، ولا ان اللعيبه تنزل ان هي عندها يعني كبر كده وتقول لك احنا هنكسب. مفيش حاجه اسمها كده. فرقه الترجي التونسي هي فرقه كبيره وفرقه يعني من اعظم الفرق اللي موجوده في بطوله افريقيا، محدش يقدر يقلل من شأنها. فما ينفعش اللعيبه تنزل باي حاجه غير ان هي تنزل معنوياتها مرتفعه، عندها ثقه في نفسها، تمام، تسمع تعليمات مارسيل كولر كويس وتنفذها على ارض الملعب. وان شاء الله هنرجع بنتيجه كويسه جدا يا جماعه بامر الله. منين؟ من رادس، زي ان شاء الله كل مره. قبل النهارده بقى ما اختم حلقتي معاك هقول لك على التشكيل اللي ان شاء الله متوقع بكره للنادي الاهلي قصاد الترجي التونسي. تعالى كده نبتدي من الخلف. طبعا حراسه المرمى هيبقى كابتن محمد الشناوي، قدامه هيبقى ياسر ابراهيم وعبد المنعم، ناحيه اليمين هيبقى محمد هاني، وناحيه الشمال هيبقى علي معلول. في نص الملعب طبعا الكروان مروان عطيه، وجنبه الداهيه الصخره حمدي فتحي، واليو ديانج او السوليه. طبعا هو اليو ديانج في الحاله دي بيلعب رقم 8، ما بيلعبش المركز بتاع رقم 6، لا هو بيلعب رقم 8، يعني بيبقى دوره يعني هاف ديفندر بس هجومي. ولكن خليني اقول لك ان طبعا السوليه بيأدي المركز ده بمعلمه، بس اهم حاجه يبقى باله ومزاجه رايق علشان ينزل يديك سروهات واحلى باصات وتشيبات ورابونات والحاجات الحلوه بتاعت السوليه دي، بس اهم حاجه يبقى باله رايق. طبعا ديانج اقل منه في الحته دي، لان ديانج بيتميز اكتر ان هو بيلعب في مركز 6، ولكن ديانج برضو لما بيهاجم الدبابه لا مؤاخذه محدش يا جماعه بيعرف يوقفها. ثلاثي الهجوم هيبقى طبعا كهروب ان شاء الله، راس الحربه اللي ان شاء الله النادي الاهلي او مارسيل كولر هيبتدي بيه بكره. وناحيه اليمين هيبقى ان شاء الله بيرسي تاو، وناحيه الشمال حسين الشحات اللي فيه كلام كبير جدا هو هيلعب مش هيلعب. طب عبد القادر جاهز، طب حسين الشحات عنده خلفيه، طب مش طب هيلعب مش هيلعب. خلي بالك ان دي من ضمن الحاجات اللي عامله قلق لمين؟ لنبيل معلول المدير الفني للترجي التونسي، انك مش عارف التشكيل. نبيل معلول هيضطر ان هو يبتدي الماتش ان هو يلعب على الاماكن او يلعب على المراكز، مش هيلعب على الاسماء. يعني هيدي تعليمات للاعيبته انه ما يلعبش على الاسماء لانه لسه مش عارف مين فين، فهيلعب على المراكز وهيحاول يقفل طريقة لعب كولر على قد ما يقدر، ويحاول يستغل الظروف لصالحه مش لضده. خلصت حلقة النهاردة السريعة دي. بالله عليك بقى لو وصلت للنقطة دي كده في حلقتنا ما تنساش قبل ما تقفل تدوس بقى احلى لايك علشان تدعم اخوك الاهلاوي ده، علشان القناة دي تكبر ان شاء الله. مش هتكبر غير بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وبفضل طبعا دعمكم اولا واخيرا. خلصت حلقة النهاردة، اشوفكم على خير وحلقة جديدة. سلام.